شوفوا ركز مزيان حيت العالم واقف على شعره دابا. تهديد أمريكي ضخم وحددوا فيه الزمن 48 ساعة غادي توقع مصيبة ولا قربلة في هذا العالم، وروسيا داخلة والصين داخلة وكوريا الشمالية داخلة، يعني الله أعلم شنو جاي. ترامب قال لإيران إلى ما حليتوش مضيق هرمز من هنا 48 ساعة تحلوه بالكامل، يعني كل شيء يدوز، غادي نضرب لكم المنشآت الطاقية ديال توليد الطاقة، وما صنفش الكهربائية النفطية، يعني بغى أنه يشلل إيران. وفي تصريح سابق لأحد الزعماء الإيرانيين قال بأنه إذا ضربتوا لنا المنشآت الطاقية ديالنا وديال الكهرباء والبنية التحتية الأساسية فاحنا غادي نضربوا المنشآت الطاقية الكهرباء النفط وكل شيء في المنطقة ككل. يعني هذيك المنطقة غادي ترجع 20 عام للور، وإذا رجعت تلك المنطقة 20 عام للور يعني ما كاينش كهرباء، ما كاينش نفط، ما كاينش محطة تحلية المياه، ما كاينش بزاف ديال الحويجات. يعني كيفاش هما غادي يكرروا النفط، كيفاش غادي يستخرجوه، لأن هذا الشيء كله محتاج للطاقة، وهذا الشيء كله محتاج للبنية التحتية. كيفاش غادي يعيشوا الناس تما في منطقة الخليج بدون محطة لتحلية المياه، لأن هذوك الناس تيشربوا الماء ديال البحر، وأساس المياه الصالحة للشرب عندهم هو ديال البحر من خلال التحلية. إذن العالم يتجه إلى مستويات في شكل، والمشكل هو أن بوتين مشى كيدير تجارب لصواريخ قادرة أنها تهز يعني قنابل ورؤوس نووية، ماشي فيها نيت رؤوس نووية، وتيدير لهم التجارب وحتى الغواصات وحتى القوارب وحتى يعني بزاف ديال الحويجات اللي ممكن أنه يلصقوا فيها رؤوس نووية وتمشي. مشى كيدير التجارب لهاد المعدات هادو. ترامب فاش شاف بانه بوتين كيدير بحال هاد التجربه، ولان ترامب لا علاقه له بالعسكر، هو رجل اعمال، هو رجل راسمالي، رجل تجاره، رجل شركات، سمع هاد الشيء فأصدر أمرا بأن أمريكا دير تجارب نووية. يعني هو ماشي غير المحدات التي تحمل رؤوس نووية، لا، تجارب نووية نيت. يعني العالم ما عرفناش كاع فين غادي، والمشكل مجنون. وكوريا الشمالية خرج حتى هو في ظل هاد التهديدات النووية، وإيران ضربت قرب ديمونة، وامريكا واسرائيل ضربوا المنشأة ديال نطنز، وهذا الصداع كامل ناض هو في البحر في بارجة بحرية، ويطلق صواريخ قادرة على حمل رؤوس نووية. اذا كل شيء بغى يقول لنا بانه راه عندي النووي، بانه راه قادر انا نصوت في هذا، بانه هذا هو العالم. هذا الشيء فاش غدا حاليا. وحتى ايران ما سهلاش. ايران البارح اطلقت صاروخين الى جزيره في المحيط الهادي، يعني على بعد 4000 كيلومتر من ايران، لقاعده عسكريه مشتركه بين بريطانيا وامريكا في المحيط الهادي. الاشكال هو هذا 4000 كيلومتر، أي أننا نتحدث عن صاروخ بعيد المدى، يعني ممكن يوصل لباريس، ممكن يوصل لروما، ممكن يوصل لندن، ممكن يوصل لبزاف ديال العواصم اللي هي أوروبية. وهاد المعطيات كامله وهاد الجروطه كامله دابا الا جمعتيها غادي تلقى بانه يدير شي واحد ها ولا يغلط شي واحد، السلام عليكم ايها العالم. لان حتى هاد الصواريخ اللي طلقتها ايران بمعنى انه ربما تكون قادره ولا تكون مخصبه ما يكفي من اليورانيوم ولا من الرؤوس النوويه، وممكن تجيبها وتلصقها في داك الصاروخ صيفط. ضيف الى ذلك انه بوتين هذه التجارب اللي دار، ضيف الى ذلك ان التهور اللي دارو ترامب، لانه ما فهمش هو كاع شنو واقع. صافي شاف بانه روسيا تجارب لآلية قادره على حمل اسلحه نوويه، على حمل رؤوس نوويه، مشى هو امر بتنفيذ التجارب النوويه، ولا داروا حتى الاخرين غيردوا، لانه حنا درنا غير الاجهزه، ما درناش ما خدمناش كاع. انت غدير نيت وغيكون نيت رؤوس نوويه تما ودير تجارب وانفجارات تما، حنا غنديرو حتى حنا. ايوا فكها يا من وحلتي صافي. هادشي هنا فين وصلت دابا، هنا فين حبسات، والعالم كله يترقب شنو يوقع في 48 ساعه الجايه، لانه اكيد ومؤكد جدا انه الى ترامب ضرب هذه المنشات، اكيد بانه حتى ايران غادي تضرب المنشات الاخرى.
ايوا لكم موعد مع المازوت انه يتزاد والمحروقات والسلعه والتجاره وبزاف ديال الحوايج، وغنشوفوا فين غنوصلوا. امريكا والكيان مصدومين من ايران والقدره اللي بيناتها، ماشي حيت ضربتهم البارح وماتوا ناس، لا لا لا، ماشي غير امريكا والكيان اللي مصدومين، حتى روما، حتى باريس، حتى لندن، حتى بزاف ديال العواصم اللي هي اوروبيه، لانه البارح ايران طلقت واحد جوج ديال الصواريخ اللي الكل لم يكن يتوقع انه كاين عندها. المشكل اللي فيهم انهم وصلوا لجزيره دييغو غارسيا. هذه الجزيره ديال دييغو غارسيا هي قاعده عسكريه مشتركه بين الامريكان وبريطانيا. المشكل اللي فيها انها بعيده على ايران ب 4000 كيلومتر، اي ان ايران امتلكت تكنولوجيا الصواريخ البعيده المدى. يعني هاد الصواريخ 4000 كيلومتر واكثر قادرين انهم يوصلوا لباريس، قادرين انهم يوصلوا لندن، قادرين انهم يوصلوا لروما، قادرين انهم يوصلوا لبروكسل، امستردام، وبزاف ديال العواصم اللي هي اوروبيه. يعني ايران تتقول لامريكا والكيان بانه الى مشى الضغط حتى وصل لواحد المستويات اللي هي كبيره وكبيره بزاف، فانا قادره نضرب بزاف ديال العواصم ديال الحلفاء ديالكم وفكها من وحلتها. والخطير في الامر هو كيفاش حتى تحصلت ايران على هذه التكنولوجيا، لان واحد الحاجه اللي معقده بزاف انه يكونوا عندك صواريخ باليستيه بعيده المدى، ويكونوا عند ايران اللي الغرب تيشوفها بانها عدو، بالرغم من انه من حق ايران انه يكونوا عندها صواريخ باليستيه بعيده المدى، ليس استثناء لايران، ولكن راه كاين عند فرنسا، كاين عند روسيا، كاين عند الامريكان، كاين عند الكيان، كاين عند بزاف ديال الدول. اي انه مادام انه كاين تسلح وكاينين اسلحه استراتيجيه واسلحه مدمره واسلحه الردع عند بزاف ديال الدول، فراه ما يمكنش نجيو لواحد الدوله ونقول لها راه ما عندكش. والخطر في هذا الشيء كامل هو ان هذا الشيء يوحي بانه كاين تنسيق وتحالف كبير بين الصين وايران وبين روسيا وايران، لانه باش تحصل على التكنولوجيا هذه راه خاصك ما هي وما لونها، خاصك علماء النيت، خاصك رجال النيت، خاصك قدرات النيت، خاصك تجارب يداروا. ولا اظن بانه ايران دارت بحال هذه التجارب، لانه لو انها دارتهم لو انهم عرفوا بانه عندها هذا الشيء، اي انه ربما هذه التجارب داروا في شي بلاصه اخرى، عاد تسلمت لهم التكنولوجيا ودار داك الشيء عن طريق محاكاه. المهم بزاف ديال الالغاز، واش هما كانوا عارفين وهادو من الدوافع لانه يتهجموا، وإلا كانوا عارفين لماذا يخاطرون بزاف ديال العواصم؟ لانه ايران حاليا انت كتحارب واحد الدوله اللي ما عندها ما تخسر، تقاوم النيت صافي وتقاوم بشراسه، وكل مره كتبين لك صاروخ في شكل ولا قدره في شكل على حساب السيناريوهات اللي حاطها للحرب وعلى حساب داك الشيء والمستويات اللي كتوصل لها المعركه. يعني الا مشينا طولنا راه غنبين عاوتاني. اما خلاص ترامب انا ما بقيتش كنتيق ترامب، لانه 1000 مره وهو تيقول لنا قضيت نهائيا بنسبه 100% ولا 99% على القدرات العسكريه لإيران. يعني كون مشينا مع الخطاب ديال ترامب وتبعناه وتيقناه راه غنوصلوا للمستوى ديال انه ايران قضى عليها بنسبه 300-400%. ياك هادشي انا اللي استنتجت، هادشي اللي تنشوف انا. ولكن فاش تتشوف هاد المعطيات وتتشوف هاد الخوف، لانه البارح خرج واحد المتحدث اللي لابس الزي العسكري ديال الكيان ويتحدث ويتكلم عن خطوره هاد الصواريخ هذه البعيده المدى، ويتساءل من مكنها، ويتساءل عن التكنولوجيا، واتهم الصين قد يجر امريكا الى ان عاوتاني شي حوايج مع الصين. هذا هو العالم، هذا الشيء فين واصل حاليا، وكل واحد ما عارف شنو كاين تحت باط الاخر، كل واحد ما عارف شنو هي القدرات اللي كاينه عند الاخر. داك الشيء علاش كاين واحد الاحتراز، وكاين واحد وربما يكونوا انسحابات تكتيكيه، وربما يكون المهم احنا نترقب. بينما هادشي كاع اللي شفناه ترامب راه عطى مهله ديال 48 ساعه لايران باش انها تخوي وباش انها تحل بالكامل مضيق هرمز. واش غتحلوا ايران ولا ما غتحلوش؟ وقال لك الا ما حلاتوش غادي يدخل عليهم النيت وغادي يضرب المنشات الطاقيه، ولا ضرب المنشات الطاقيه اكيد راه حتى يضرب المنشات الطاقيه ديال بزاف ديال البلدان تما وديال الكيان.
يعني غنوليو نيت في خراب ما بعده خراب ما بعده خراب الا ما كانت شي حاجه. اما المفاوضات ولا شي حاجه انا ما تنشوفش، لانه هاد الناس وهاد التصعيدات هادي وهاد التهديدات هادي لا توحي بانه هاد الناس بغاو يجلسوا. وكنظن اصلا بانه امريكا ما خلاتش مع من تجلس، خلات دابا ناس كينفذوا واحد الخطط اللي قائمه على سيناريوهات موضوعه قبل. انا هادشي اللي تيبان لي.